لدي رأي آخر يتعلق في الجانب الأمني والاستراتيجي في هذا الجانب. دعونا نتفائل في هذا الأمر. أولا، جزيرة بوبيان بشكل عام، هذه الجزيرة هي بحجم دولة وليست جزيرة فقط. احنا لما نتكلم عن جزيرة بوبيان قد البعض يقول ان يمكن ما نعرف عنها شيء، يعني بالسنوات الماضية مجرد وجودها كجزيرة، إلا أن هذه الجزيرة حجمها يفوق حجم سنغافورة كجزيرة بوبيان، بل حتى مملكة البحرين أكبر من مملكة البحرين. لذلك هذه الجزيرة عندما وضعت هذه كخطة استراتيجية، يفترض مثل ما قال الدكتور سمال العسوسي، أنا أيد في هذا الجانب، أن تكون التخطيط الاستراتيجي أن يكون من أعلى السلطات، وهو دائما من يضع هذه الرؤية ويديرها كإدارة استراتيجية تكون أعلى سلطة، بينما الإدارات أو القيادات الوسطى والتي تليها هي إدارات تنفيذية تسمى إدارة استراتيجية وليس تخطيط استراتيجي. من يضع الأهداف ليصل إلى الرؤية هو القيادات العليا، ولكن للأسف هذه القيادات لا تتوفر فيها الإمكانيات والخبرات لكي يتم توظيفها أو توظيف هذه الأهداف على المدى البعيد. ودائما الخطط الاستراتيجية تكون مداها بعيد، إلا أن إذا المدى القصير تسمى خطة تشغيلية ويتم الاستمرار. الخطة الاستراتيجية لا تتغير بتغير القيادات، إنما تستمر، وهذا ما نفتقده الآن. موضوع ميناء مبارك الكبير وميناء الفاو، أو خطة أو طريقة التنمية التي تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين تحالف رباعي في المنطقة. أولا، هي مذكرة تفاهم وليست اتفاقية، ودائما مذكرات التفاهم يمكن أهل القانون يعرفون أنها غير ملزمة للأطراف. الملزمة هي الاتفاقيات بين الدول. هذا المشروع بدأ، أنا بعتبر يعني مع احترامي لما تم من ترويج إعلامي كبير لبداية هذا المشروع، أنا أقول أنه ولد ميت، لأن هناك كثير من الأمور الأمنية والاستراتيجية في المنطقة التي تعيق في إنجاز هذا المشروع لغاية 2028. أي مشروع كبير بهذا الحجم لابد أن تتوافر فيه الآليات التي تؤدي إلى استقرار المنطقة غير مستقرة، وخاصة في شمال منطقة الخليج التي تقع ما بين العراق وإيران من الشمال، والقوات الدولية التي تنتقل ما بين وحين وآخر إلى مياه الإقليم وتنتقل إلى مياه أخرى في الإقليم الآخر. لذلك الكويت عندما بدأت هذا المشروع بدأت ترى من قبل الغزو. على فكرة الناس يمكن ما يدرون، ترى مشروع ميناء مبارك في بوبيان كميناء وكمنطقة كمدينة اقتصادية لإنشاء مناطق حرة أوفشور كانت من قبل الغزو، لكن أعاقها الغزو، وبعدها يعني المسائل والخلافات السياسية الداخلية وعدم الاستقرار السياسي من تغير حكومات ومجالس وحل وإبطال وغيره، هذا يؤثر بكل تأكيد. لكن المشروع كان قائم، ولكن تعثر بسبب هذه الظروف التي حدثت، ولكن هناك أسباب أخرى أقوى منها، وهي ما بين العراق والكويت. نكون صريحين، عندما أول ما بدأت المشروع الكويت بدأت العراق واحتجت، قالت هذا المشروع ما يتم إلا بموافقتنا، لأن هذه تدخل من نطاق مياهنا الإقليمية، أي بمعنى تقول تسمي خور عبد الله الفاصل ما بين المينائين، أن هذا خور عبد الله يعني يكون يؤثر على الخط الملاح الذي يؤدي إلى ميناء مقصر وميناء الفاو اللي يطلع منه خطة طريق التنمية. لكن الكويت كانت لها أمور يمكن قد لا يعلمها الجميع، يعلمها البعض من المتخصصين في هذا المجال، وهي هناك في منطقة اسمها فشت العيج. اي نعم، فشت العيج هذه منطقة هي عبارة عن جزر مرجانية أو تقع مقابل منطقة أو نقطة 162 التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة عام 93 بعد التحرير، على أن تكون هي آخر نقطة في خور عبد الله تفصل ما بين العراق والكويت.